temporarily ها temporarily wink wink احساس الواحد حاسه انه حاسس انه جزء من الخيانه. The massacres need to stop. Families are being torn apart. عارفين طبعا الأزمة اللي بتمر بيها فلسطين، بالأخص قطاع غزة اللي تحت القصف 24 ساعة، وحرفيا محتاجة كل الدعم اللي ممكن يتقدم من كل دول العالم. بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان تدعموا القناة وتكبر. ويلا ندخل في الموضوع على طول. طبعا اليومين اللي فاتوا الوضع ازداد سوء على اخواتنا في فلسطين، بالاخص لما ابو نجمة زرقاء قصف مستشفى في غزة وراح ضحيتها اكتر من 1000 شخص منهم اطفال ونساء، وبجد المنظر كان صعب جدا. بعدها على طول بقى عمنا باسم يوسف طلع في لقاء مع مذيع امريكي اسمه بيرس مورجان، وكان جامد جدا في اللقاء ده لدرجة انه كان كاتم المذيع الامريكي بيرس مورجان، واللقاء ده عجب ناس كتير جدا 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 وخلى باسم يوسف في حتة تانية. واللي ما يعرفش باسم يوسف ده من مواليد 1974، ويعتبر ممثل كوميدي وناقد ومذيع، وكان بيقدم برنامج أخبار ساخرة على التلفزيون من 2011 ل 2014، والبرنامج ده كان الكل بيحبه وكان الكل بيتفرج عليه بسبب خفة دمه. والبرنامج ده كان اسمه البرنامج. واخترت مجلة تايم الأمريكية من أكتر 100 شخصية مؤثرة في العالم كله. وعلى فكرة متجوز من واحدة فلسطينية. دي كانت نبذة بسيطة عنه في السريع كده للي ما كانش يعرف مين باسم يوسف ده. المهم بقى في لقائه مع المذيع الأمريكي ده، اللقاء كان عن القضية الفلسطينية واللي بيحصل بين أبو نجمة زرقاء وفلسطين. وعمنا بيرس المذيع الأمريكي كان بيحاول إنه يطلع أبو نجمة زرقاء إنه الغلبان والبريء المظلوم، وان الدنيا كلها دايسه عليه. بس عمنا باسم يوسف مسكتلوش وكان بيتكلم بطريقته وتفكيره، ويخلي المذيع يقول ان كلامه صح ويلبسه في الحيطه. حتى اسمعوا معايا الحته دي كده. Basically Israel is doing this to pressure the Palestinian community in Gaza to turn against Hamas. Is that right? I'm sure that's part of it, yes. That's part of it. So this is exactly what terrorist organizations do, because terrorist organizations will have no chance beating a whole nation in battle. So they terrorize and they kill the civilians in order to spread fear and terror so they can turn against their government to change their policy or to resign. You have just compared Israel with ISIS. No, I haven't. I don't see any comparison between It's Israel going to be and the ISIS. headlines tomorrow. The Piers only- no, it's Morgan, not, it's Israel not. is ISIS. Lots of Only Israel. amongst people who weren't listening. The comparison, which is more. وزي ما شفتوا وسمعتوا ان باسم يوسف كان كينج في اللقطه دي، ويبان انه قد ايه محاور جامد، وكان بيقول كل اللي في نفسه، حتى كان بيشتم ويتكلم براحته جدا ولا كان فارق معاه اي حد، وبيعبر عن رأيه بكل اريحية، وكان دارس الحوار وفاهم القصة صح قوي. حتى شوفوا معايا الفيديو ده كده. He said that the solution for those Palestinians is to go into a vast land of Sinai and live into tent cities temporarily, temporarily, wink wink, until we build Gaza again and then we invite you back. يعني عبت احنا بقى. وانا مش طالع في الفيديو ده عشان امجد واعظم في باسم يوسف، بس على رأي المثل الكلمة اقوى من الرصاصة. استغل باسم يوسف الملايين اللي عنده على السوشيال ميديا، ودايما بيشير لقاءاته وبينزل بوستات ودعم كبير للقضية، زي كتير جدا من المؤثرين عملوا وبينزلوا بوستات. ولقاء باسم يوسف مع بيرس مورجان المذيع الامريكي جاب اعلى نسبة مشاهدات في تاريخ البرنامج. وكمان طلع في فيديو بيشرح ليه الغرب متضامنين مع اسرائيل جامد جدا كده، مع انها بتعمل مجازر، وقال ان الاعلام عندهم في الغرب مطلع ابو نجمة زرقاء انه البريء، ان غزة هي اللي بدأت وموتت الابرياء والمدنيين. وكمان قالوا ان حماس ذبحت 40 طفل من الاسرائيليين، والكلام ده طبعا ما حصلش، بس اي تضليل وخلاص عشان الرأي العام يبقى في صالحهم. طب انا بتكلم كتير ليه؟ شوفوا الفيديو اهو. بقى في تقارير انتشرت من صناف الهشيم عباره عن ان في 40 طفل اسرائيلي تم ذبحهم وان في ستات تم اغتصابهم، وده موحش موقفنا جدا بره. طبعا في ناس طبعا يقول لك مش مشكله بره، لا بره مهم، لان لو تفتكروا لما من كام شهر او السنه اللي فاتت لما كان حصل هجوم بشع على غزه، التضامن العالم اللي كان مفاجئ لناس كتير جدا خلى اثر مده الهجوم ديت وخلى منظر اسرائيل وحش جدا. دلوقتي نتنياهو قوّد المجتمع الاسرائيلي نروح بقى لعمنا محمد صلاح. بعد اللقاء بتاع باسم يوسف اللي قلب الدنيا، محمد صلاح بعد اسبوع وشويه من القصف على غزه عمل فيديو، والناس كانت شايفه ان ابو صلاح بيدعم ابو نجمة زرقاء طالما ما طلعش واتكلم من اول الحوار، بس طلع وعمل فيديو. تعالوا نبص بص عليه. To speak in time like this, there has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying.
The people of Gaza need food, water and زي ما شفتوا في الفيديو كده، هو كلامه مش ناحية غزة جامد، هو بيحاول كلامه يبقى في الوسط، عكس كل اللي الوطن العربي كان مستنيه منه، انه يتكلم ويقول كل اللي بيحصل ويبين للغرب الحقيقة، بما ان عنده 60 مليون متابع تقريبا، وفي كتير جدا من الغرب عنده. وناس كتير قعدت تنتقد محمد صلاح جامد على رد فعله، وناس قعدت تقول الفيديو ده معمول بالذكاء الاصطناعي بسبب ان تعابير وشه كانت باردة شوية. ناس قعدت تقول هي كلمته يعني هي اللي هتحرر فلسطين. ومحمد صلاح بعد ما نزل الفيديو على طول في اول ربع ساعة على الانستجرام جاب 1,000,000 لايك، ودلوقتي جايب 5.5 مليون لايك. وطلع ناس قالت شفتوا كلمته فرقت ازاي، وانها توصل للغرب والناس تعرف الحقيقة. وطلع برضو محمد رمضان وهو منفعل وبيزعق على الوضع اللي في غزة ده. عايزين صوتنا يوصل لمين بره بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟ وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة، وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان بره يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. اجلس ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ ده نقول كلام عاقل. وطلع بيج رامي برضو في فيديو يتكلم فيه وفضل يعيط وانه متضامن جدا مع غزة وزعلان عليهم جامد. في افكاره كلها كتير، وما تعرفش اسوأ احساس الواحد حاسه، انه حاسس انه جزء من الخيانه، حاسس انه خنجر من الخناجر اللي بتتقتل بيها اولادنا. لانه بقول يا رب امبارح قاعد بفكر مع نفسي، بقول يا رب ليه ما خلقتنيش في دوله بعيده عنهم، حتى على الاقل ما احسش بالاحساس اللي هو الناس بتموت وانا اقول حتى يبقى ليا ذنب، اقول يا رب ده هم بعيد عني يعني. باسم يوسف منزل صورة ليه هو وصلاح على الاكونت عنده في الفيسبوك، وكاتب انا شفت الناس منزلة كتير الصورة دي، وكاتبة محمد صلاح متصور مع فخر العرب الحقيقي، وقال ان محمد صلاح لعبته مش الكلام زي ما انا لعبتي مش الكورة. وبكده دي نهاية الفيديو بتاعنا، وكان معكم حسن الخولي.